القلاية الهوائية اير فراير بتغير طعم الأكل ولا لأ؟ يا جماعة السؤال ده بقى ترند في كل بيت، ناس بتعشقها وناس لسه شاكة فيها. تعال نفهمها ببساطة كده من غير لف ودوران. ايه هي الاير فراير أصلاً؟ ببساطة دي مش قلاية بالمعنى المعروف، دي أشبه بفرن سريع جدا بيشتغل بهواء سخن بيلف حوالين الأكل بسرعة. يعني بدل ما نقلي في زيت منسوي بالهواء. طيب ليه الطعم بيبقى مختلف؟ مفيش زيت يعني طعم أخف، الزيت بيدي دسامة وطعم غني، لكن هنا النكهة بتبقى أنضف وبتحسي بطعم التتبيلة نفسها أكتر. القرمشة مختلفة، مش نفس قرمشة القلي التقيل، دي قرمشة أخف شوية، بس لو اتظبطت صح تبقى تحفة. توزيع الحرارة، الهواء السخن بيلف من كل ناحية، فالتسوية بتبقى متساوية جدا، بس لو زودت الوقت ممكن ينشف. طيب الأكل بيطلع عامل إزاي؟ الفراخ واللحوم طعمهم أنضف والتوابل باينة أكتر، بس هتفتقدي شوية طعم التحمير بتاع الزيت. البطاطس مقرمشة بره وطرية جوه، بس من غير ريحة الزيت اللي متعودين عليها. المخبوزات والكيك مفاجأة بجد، بتطلع زي الفرن وأوقات أحلى علشان الحرارة موزعة مظبوط. تكات تخلي الطعم يضرب معاكي جامد. رشة زيت خفيفة جدا قبل التسوية، معلقة صغيرة تعمل فرق رهيب. زودي التتبيلة والبهارات علشان الاير فراير بيحب النكهة القوية. ما تكدسيش الأكل، سيبي مساحة للهواء يلف. قلبي الأكل في النص علشان لون وقرمشة مظبوطين. الخلاصة يا ست الكل، الاير فراير مش بديل 100% للقلي، بس بديل صحي ونضيف جدا، ولو استخدمتيها صح هتديكي طعم يجنن وممكن تنافس القلي كمان. قوليلي بقى، جربتي تعملي ايه في الاير فراير وطلع معاكي عامل ازاي؟ اعملي لايك وشير علشان نوصل لأكتر عدد ممكن. اللايك مش هيفرق معاك، لكن بيفرق معايا جدا علشان نقدر نستمر وننشر كل جديد. ما تنساش تصلي على الحبيب.